ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده جهازين نوكيا 6020. هنحاول ان احنا نطلع منهم جهاز سليم نستخدمه. قبل ما ابدا الفيديو بطلب بس من الناس اللي قبل ما نبدا الفيديو بطلب بس من الناس اللي اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. نبدا ان احنا نفك مسامير الجهاز. طبعا الاجهزه دي عليها ضريبه، تمام؟ حتى النوع ده للاسف انا ما عنديش البطاريه بتاعته، بس معانا بطاريه اكبر للنوكيا العاديه، فهنحاول نفكه وبعد كده نعمل تيست بعدين. زي ما قلت لكم الاجهزه عليها ضريبه، فانت لو جايب الجهاز ان انت تشغله فنصيحه مني ان انت يعني هتصرف اكتر من ثمنه كتير. طبعا شكل الجهاز عايزين بس ان احنا نضيفه حاجه. واغرب حاجه فعلا ان الحاجه بتبقى قدامك ولما تحتاجها بتتبخر بتختفي. نبدا ان احنا واحده واحده كده ننضف الجهاز من التراب والحاجات اللي عليه. نحط ده على جنب. نبدا ان احنا نفك الجهاز التاني. هو ده انا شايفه ان الاجهزه دي تقريبا يعني الله اعلم اول مره تفك. زمان في نوكيا كانوا متوصيين جدا بالمسامير بتاعتهم يعني. كمان المفك اللي معايا مش مساعدني، فصدقوني والله الموضوع بيكون صعب شويه. خلينا نفك الباقي. الموضوع يعني متعب ومرهق. الجهاز الاول ما يعملش معايا كل ده. مش ناقص غير مسمار واحد، ندعي ربنا ان هو بقى ما يغلبناش. والله بجد بجد والله الموضوع يعني الموضوع متعب. لحد دلوقتي برضه الجهاز لسه او المسمار لسه مش عاوز يفك. بعد تقريبا 4 شهور من الفك في المسمار يعني اخيرا قربنا ان احنا نخرجه. والله بعد كل ده مش يعني مش عاوز يخرج برضه. ده شكل البورده، الشاشه، تنظيفه سريعه. ده شكل اللي احنا فكيناه الاول، ده التاني. بس انا شايف ان السوكت هنا بس عادي يعني، شايف ان السوكت هنا حالته احسن شويه، بس ده كويس، ده شغال برضه عادي. شايف ان ده ما كانش يتفك قبل كده يعني، حاله الهاوس ده ما شاء الله يعني كويسه. خلينا نركن ده على جنب. في مشكله هنا ان الزرار غاطس لتحت شويه. هو شغال بس غاطس لتحت. طيب عشان ما اطولش عليكم الفيديو نكمل فيه حلقه تانيه ان شاء الله.